اهلا بيك يا حبيب مزون، واتمنى تكون جهزت مشروبك عشان نبدا حكايه النهارده. اعرفك بنفسي، انا مازن مصطفى، ودي مزنون للحكاوي ورغي على هاوي، مكانك او قهوتك المفضله عشان تستمع للرغي والحكاوي والحاجات اللي بنحب ندردش فيها سوا سوا. بيقول لك في بدايه الجامعه بتخش كده وبتتعرف على ناس، والحياه بتبقى جميله والدنيا وردي وردي والحياه الجميله دي، لغايه ما تقابل حاجه اسمها assignment او بالبلدي التكليف. تكاليف جميله صعبه سهله، هتقابل حاجات كتير مختلفه او متشابهه ايا يكن، وهي بتمشي. بس الدنيا بتفضل ماشيه لغايه ما تقابل حاجه اسمها التكليف الجماعي، او اعملوا جروب يا شباب، او قسموا نفسكم لمجموعات، كل مجموعه 10 تنفار او مش عارف كام نفر، عشان علينا تكليف جماعي هنعمل فيه 1 2 3. وعايز اقول لك زي ما الدنيا بتمشي زي ما الدنيا بتقف، لان ساعات هتقابل تكليفات هيكون الناس اللي فيها زي العسل، ممكن ما تمدش ايدك في التكليف اساسا لو كلكم صحاب، او عادي ممكن 1 2 قايمين بالموضوع، لان عارفين ان انتوا لو حطيتوا ايديكم في الموضوع مش هتعملوا حاجه، او حتى هتبوظوا الدنيا. هم شايفين ان يعني الدرجه احنا اللي هنجيبها لكم، مالكوش دعوه، بس احنا بس اهم حاجه احنا نجيب الدرجه والدنيا بتمشي. في ناس تانية انتوا صحاب في بعضيكوا، انا هسلكك في الاساينمنت ده وانت سلكني في الاساينمنت التاني، ففاهم بتمشي. انا هظبطك وهعمل شغلك هنا وانت اعمل شغلي هناك، وماشي يا معلم، خدنا الدرجه هنا خدنا الدرجه هنا. على سبيل المثال، في مره من المرات كان في اساينمنت الماده كده، انا اقترحت الفكر جميل، اقترحت فكره الاساينمنت هنعمل 1 2 3. اتذكر ان انا ما حطيتش ايدي في الاساينمنت نهائي غير انا صاحب الفكره. الشباب ما شاء الله عليهم قاموا بكل حاجه، طب محتاجين مني حاجه؟ لا زي الفل، انت اديتنا فاهم، التيم متفاهم والدنيا ماشيه زي الفل. اي نعم كانت الدنيا متلخبطه شويتين، بس في الاخر وديناه خدنا الدرجه، الدنيا مشيت الحمد لله، فاهمني؟ على عكس القصه اللي هنتكلم فيها النهارده. تيجي فترة عليك في الكلية بتضطر تسيب الناس اللي انت معاهم لاجل عدة اسباب، او ممكن نقول اختلاف ثقافات او اختلاف وجهات نظر او اسباب كتير عادي جدا، فهتسيب الناس اللي انت معاهم. طب يا ترى هل ترى حاسبهم وفي ما بيننا مراكب سايرة بالبلدي كده، احنا محطوطين في اساينمنت واحد، هكمل معاهم؟ تقول لي ايه المشكلة تكمل معاهم؟ ده اساينمنت شهر ولا مثلا اسبوع اسبوعين يتسلم وخلصت. هقول لك برضو ما هو يعني انت مش هتشتغل في حاجة وانت مفيش نفس انك تشتغل، فاهمني؟ مش هتطلع حاجة زي اللي في دماغك. في الاول في الاخر انت لسه جديد، فبتحاول يبقى ليك سمعه واسم في الكليه، زي ما انت مظبط نفسك في حوارات اليوتيوب، فاساينمنت زي ده هيبقى فيديو، فيوم ما يتقال ان الاساينمنت ما كانش لذيذ، انت كنت خايف يتقال ان انت كنت في الاساينمنت ده، فبالتالي يا نهار ابيض ازاي اساينمنت يطلع مش لذيذ كده وانت كنت فيه؟ ازاي ده؟ احنا عارفين ان انت بيطلع منك شغل جميل. فهي الفكره كلها انت مش خايف على الدرجات على قد ما خايف على نفسك، لان في الاول وفي الاخر ده كاريرك، يعني فاهم؟ انت بتعمل فيديوهات، فاهمني؟ فتخيل يجي اساينمنت عن صناعه الفيديو وتطلعه وحش، مش حلوه في حقك برضه. لو الجوافه باللبن انسان فانا بحبه، ولو بتتكلم فانا بسمعها، ولو اي حاجه تانية فانا معاها. الجوافه باللبن دي يعني حاجه لوز اللوز. المهم يا صديقي، هتقرر ان انت هتسيب جروب الاساينمنت وتدور لك على جروب اساينمنت تاني. ليه؟ لان زي ما شرحنا انت مش عايز اسمك يتقال ان انت عملت حاجه من غير نفس فطلعت وحش، وانت برضو بتحاول تبني اسم يعني وشهره في الكليه في الاول. فهتبتدي قاعد فتره زي الضفدع المتطلقه، لا لاقي حد يضمك ولا انت تخش على حد، لغايه ما حد يقترح عليك، او مش فاكر ايه اللي هيحصل، هتلاقي نفسك في جروب تمام انت وولد صاحبك، وفي الاخر يعني رسينا على ان احنا بقينا 10، فولدين و8 بنات، وربنا ما يحطك في انك تبقى مع 8 بنات في جروب واحد. صدقني الرجاله مع بعض فاهم هتمشي والدنيا هتسلك وزي الفل، ويا اسطى يا اسطى يا اسطى الدنيا هتمشي. مش كل البنات وحشين في الحاجات دي، لكن في بنات بتحكم رايها في حاجات، في بنات تانية ما بيعجبهاش العجب، واشياء من اللي انا وانت عارفينها. بس يا سيدي، فزي ما قلت تستقر على ان الجروب في الاول وفي الاخر يبقى ولدين و8 بنات. الولد زميلك، والبنات انت تعرف منهم تقريبا واحده كانت معاك في اساينمنت تاني او 2، المهم يعني تعرف منهم عدد قليل. المهم خلاص كونا التيم فل الفل، يلا بينا نبدا. طب بالصلاه على النبي، صلي بينا على النبي. في الاول هنعمل ايه؟ عايزين فكر عشان نعمل فيديو، كلام جميل، كل واحد يرمي اللي عنده، اخوك يرمي فكرته والباقي يرمي فكرته، وتمام يا شباب، ويبقى تنافس ما بين الصداره ما بين فكره اخوك وفكره اختك اللي هي واحده برضو معانا في الجروب. تمام؟ يعني اخوك في يعني قد اعترف ان ده عيب شويتين ثلاثه، انا ان لم يتم اقناعي بحاجه معينه فانا بفضل مصر على رايي، او ما تاخدهاش من الناحيه دي مثلا لما بيقول حاجه بيحب ينفذها، فاهمني؟ او اللي هو انا عاجبني دي اذا انا عايز اعمل دي. ان اخوك لما بيقول ان هو عايز يعمل حاجه فبيميل اكتر ان هو يعملها اكتر من لما غيره يقترح عليه. طبعا التيم ورك يعني مع الخبرات هتتغير وهتبدا تتوافق مع اراء الكل او تتفق على اراء الكل عادي، بس الفكره كلها ما يكونش في فجوه ما بين رايك وراي اللي قدامك، فبالتالي اللي هو
اختيار يا يمين يا شمال، فاهمني؟ فدي بس كانت تقريبا الموضوع. كان عندنا فكرتين، فكره عن الشيزوفرينيا والفكره الثانيه عن قضيه فلسطين. جميل الكلام جميل الكلام. هتقولي طب وايه اللي دخل فلسطين في الموضوع وايه اللي دخل الشيزوفرينيا في الموضوع؟ هي الفكره كلها ان انت كنت عايز تعمل اعلان او توضح فيه يعني المنهج بتاعك، فاهمني؟ انت عندك منهج، هتحاول تاخد الحاجات اللي انت استفدتها تحطها في الاعلان على ما اتذكر يعني، او المهم ان في اساينمنت يعني، عشان ما ندخلش في التفاصيل لان انا نفسي مش فاكر. هتعمل فيديو وخلاص. جميل الكلام جميل الكلام. فالشيزوفرينيا جات لي فكره، هنتكلم يا شباب عن شويه امراض او نتكلم عن المرض ده بالذات، وانا هعمل لكم السكريبت وهنصور في الحته الفلانيه جوه الجامعه وهنعمل شخصيات وعملت سكريبت والدنيا جميله وزي الفل والكلام جميل. قضيه فلسطين دي كانت اعتقد ان هي مسرحيه، الاخت اللي كانت معانا كانت عايزه او كانت مثلتها قبل كده او حاجه زي كده، فكانت عايزه تعملها زي فيديو مصغر نوضح فيه شويه حاجات. جميل كلام جميل. كان الاختلاف على حاجه واحده. فكان الاختلاف على ايه يا صديقي؟ على الامكانيات. اصل معلش انا مش هصرف على اساينمنت، انا مش في فنون جميله اصلي عشان اروح اعمل بروجكت واصرف عليه شيء وشويه. انا بصور بموبايل ومعايا امكانيات كتير ان انا اصورها في اماكن فور فري. ليه اروح اجر استوديو عشان اصور كام مشهد واعمله اساينمنت هاخد عليه في الاخر 20 درجه او 10 تقريبا على حسب يعني، فاهم درجه الاساينمنت؟ ليه ادفع شيء وشويه على 10 درجات يا اخي؟ انا ضاحي بيهم اكرم لي وما ادفعش المبلغ ده كله، لان انا هدفعه في حاجه تانية. عندي فيلم مثلا عايز اصوره، عندي شورت فيديو عايز اصور بره، حاجه هتفيدك حرفيا، مش ال 10 درجات اللي فاهم اللي انت ممكن ما تاخدهمش كاملين. فاهم الفكره؟ تقريبا الفيديو ده سبونسر بالجوافه بتاعت النهارده، فاهمني؟ فكان في اختلاف. فبصوا انا ما عنديش مشكله في تنفيذ الفكره دي، بس ننفذها كبروجكت مستقل مش كاساينمنت. جميل الكلام. انا هبقى يعني هتبقى حاجه جميله بالنسبه لي ان احنا نعمل حاجه زي دي، لكن بعيدا عن سياق الجامعه، بمعنى ان هو يكون بروجكت مستقل، بحيث ان احنا يبقى معانا وقت للمخمخه والتفكير ان احنا نعمل ده ازاي وده ازاي وده ازاي. خصوصا ان تقريبا فاضل حوالي اسبوع واحنا لسه ما اخترناش وما بدأناش يعني. احنا لا اتقابلنا لغايه دلوقتي في الجامعه عشان نختار فكره او ندرس مع بعض هنعمل ايه، ولا اخترنا الفكره. وفي نفس الوقت احنا لو عملنا الفكره الثانيه دي فاحنا هنعملها ازاي في اسبوع؟ ممكن تتعمل في اسبوع، بس حاجه جميله ليه ما تاخدش وقتها عشان تتعمل؟ فاهمني؟ على عكس الشيزوفرينيا خططتها في حوالي نص ساعه ان هو هيكون فيديو مش هيعدي 5 دقائق، فاهمني؟ فالتوتالي هيكون عامل دقيقتين 3 حاجه زي كده. فشكرا جهزتوا الفكره بتقول 1 2 3 مطلوب منكم تعملوا 1 2 3. لا مش هينفع، ما عندناش خبره في التمثيل، مش كل التيم هيشارك في الفكره دي، مش عارف ايه. انت عايز تخلي دور البطل او بطلين بس في الستوري والباقي هيقعد زي اكنه جمهور في الفيديو، مش تك 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 واراء غريبه. يا جدعان فين المشكله؟ مش كله هيشارك؟ انتوا ليه عايزين تخلوا لكل دور فعال؟ يعني ماشي انا ما عنديش مشكله، يعني هو الصح فعلا اللي كلنا نشارك في الاساينمنت، بس الفكره تتطلب ده ان مثلا 2 3 هيمثلوا ادوار فعاله والباقي هيكون يعني سوري فور ذات، بس ممكن كماله عدد، اللي هو احنا شله اصحاب قاعدين مع بعض ففي 2 3 هيقوموا والمشكله هتدور ما بينهم. بس فهمت الفكره في دماغي. فلا الحوار ده مش عاجبني. فتقريبا برضو يقولوا الخبره والمش عارف ايه والبتاع. يا شباب مالكوش دعوه، انا هقوم انا بالليله كلها يعني، انا هصور ومنتج واعمل صوت اديت صوت الحاجات دي كلها. انا عايز الاساينمنت يعدي، فالحاجات دي لعبتي، فانا مش هتزعلني في حاجه لو انا عملت كده عادي زي اي فيديو بعمله قبل كده. فلا وكلنا لازم نشارك في الاساينمنت ومش عارف ايه والخبره علينا كلنا. ما انتوا حالكم عجيب صحيح. فتبتدي تحس ان من طريقه الكلام ان الموضوع بدا ياخد سكه حرب شويتين 3. يا جدعان دول تقريبا 20 درجه انتوا بتتكلموا في ايه؟ فاهمين؟ وبعدين يعني يا شباب دي مش نهايه العالم، ده اساينمنت في الاول وفي الاخر. فتحاول تلطف الجو، تهزر في الجروب مش عارف ايه، مفيش تجاوب. انا ما اتعودتش اخش مكان واهزر فيه والاقي يعني ايه ده اللي هو يا بلا ثلمى مالك مصدره لي وسط رجلك ليه كده؟ في حاجه غريبه. ما اتعودتش اخش مكان الطف الجو فيه واهزر والاقي العيال خشب كده. فلا كده انا يمكن ده مش مكاني فاهم؟ يمكن اخترنا التيم ده غلط. فمفيش وقت، لازم نعديها يعني، لازم نعديها. المهم اتفقنا على الجروب ان احنا هنتقابل عشان نتناقش في الاساينمنت والفكره اللي هتتعمل وي والحاجات دي كلها. جميل الكلام جميل الكلام. نزلنا قعدنا سوا انتوا الشباب احنا الشباب ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مازن مصطفى في حلقه جديده. وانا فلانه الفلانيه وانا مش عارف ايه وتك خلاص عادي. شفنا بعض الدنيا جميله زي الفل، بنتناقش في الافكار لغايه ما تحصل حاجه غريبه جدا. لا فكره الشيزوفرينيا تتعمل ولا فكره المسرحيه تتعمل احنا
نعمل مذيع شارع. انتوا بتتكلموا جد؟ والصياح اللي كان على الجروب الفتره اللي فاتت دي كلها، ولا فكرتي بعد ما خططت لها وبتاع تتعمل، ولا فكرتكم تتعمل، او فكره شخص يتعمل في ايه يا جدعان؟ ده مش جروب، ده مش عارف الله. فبعدين بقى احنا نعمل مذيع شارع. ان جيت للحق بالنسبه للوقت فاهم، ويعني وانا بصراحه استكسلت، قلت انتوا شكلكم ايه يعني مش جايه معاكم خلاص، وانا كمان مش جايه معايا. على الاقل التاني كان هيطلع عيني شويتين ثلاثه في المونتاج وانا بمنتج على الفون، بس كنت هطلعه حاجه حلوه. انما لما اعمل مذيع شارع حته فيديو بشويه كاتين بشويه ترانزيشنز والدنيا بتسلك وبتمشي، خلاص هيوفر عليا تعب ومجهود والدنيا هتبقى في اللذيذ وحاجه سهله. خلاص يا جدعان معاكم في مذيع الشارع. وفعلا اتفقنا كلنا على مذيع الشارع. كلام جميل كلام جميل. وزعنا المهام، اخوك هيصور ويمنتج وهو اللي عليه العده الترايبود والمايك، وصور تليفونه وتليفون صديقنا اللي كان معانا تمام وجميل يعني فاهم. انا متعود على كده فنو بروبلم وذ ذات، او مفيش مشكله كده. فجزء هيعمل سكريبت، جزء هيعمل فويس اوفر وايديت بتاع صوت الفويس اوفر، وبقيه الناس هيعملوا مذيعين او اللي هيعمل لوجو. فالدنيا متوزعه المره دي صح، وكل واحد فعلا هيعمل حاجه. كلام جميل كلام جميل. تقريبا يومها كانوا قاعدين عندهم محاضره، فكانوا قاعدين لوقت متاخر شويه في الكليه، فهيبتدوا يجهزوا في السكريبت وبناء عليه احنا هنبتدي نصور. بصراحه انا ما كانتش جايه معايا اصور اليوم ده، كان اعتقد يوم خميس، فانا الكلام ده مش جاي معايا سكه يعني. انا ايه مش عايز انزل اصور النهارده، طب ما انا في الجامعه. لا هي مش جايه معايا اصور النهارده. المهم بقيه التيم او فرد من التيم، يا صديقي انا ساكن بعيد ما تيجي نصور النهارده. اقول له طب ما احنا كلنا هننزل يوم السبت نصور يوم السبت. يقول لي انا هنزل لك المشوار ده تاني، انت عارف ان القاهره مش اوضه وصاله زي اسكندريه، هنا الدنيا واسعه. مشوار الكليه بالنسبه للناس ممكن ياخد ساعتين ثلاثه فاهمني. فصباح الفل. فيمين شمال خلاص هنصور النهارده. كلام جميل. بصراحه انا ما كنتش عايز اصور بس يعني خلاص هنصور مفيش مشكله. رحنا نصور في الجامعه، ابتدينا تصوير السكريبت كانت بعد خلاص الدنيا زي الفل، واقفين في الجامعه بنصور. وصورنا مع شخص تقريبا كنا بنصور مع التاني. المهم ان احنا كنا قاعدين بنصور ومندمجين والدنيا زي الفل، وفجاه الاف بي اي اوبن لقينا جماعه اتجمعوا علينا، وواحد فورمه وعضلات ومش عارف راجل كبير وبتاع، معاك اذن تصوير؟ لا. طب وريني كارنيها. قال لا هو في ايه يا شباب؟ عارف انت مواقف زي دي لو كانت حصلت في الشارع بره انت كنت ممكن تترعب، بس انت في الجامعه ما اسوأ ما قد يحدث. هتروح لعميدة الجامعه ماشي فين المشكله؟ هقول لها كنت بعمل اساينمنت وشكرا. وهناك ما يثبت ان انت بتعمل اساينمنت فتمام. على عكس لو الموضوع ليه علاقه بالشارع فالموضوع يبقى واسع شويتين ثلاثه فانت تخاف. فدي كانت مميزات اللي يعني ان انت جوه الكليه يعني فاهم، دماغك اتفتحت شويه فتاكت ايزي يعني فاهم. ما اسوأ ما قد يحدث. خد الكارنيه بتاعي وراح على جنب، ما اعرفش كان بيستعلم عنه ولا كان بيعمل ايه. خد فتره مع الكارنيه كده تمام لوحده، وبعد كده رجعهولي كان صوره تقريبا وقال لي لازم اذن وتصريح تصوير. قلت له ماشي نجيبه منين؟ قال لي روح لاستاذ فلان ومش عارف ايه. رحنا لاستاذ فلان عشان نكمل تصوير. قال لك لا انتوا تروحوا للدكتوره وتجيبوا لي منها ورقه عشان نوثق. ولفه والساعه ما يقارب 4-5 تقريبا او من 3-5 حاجه زي كده، بس هو وقت متاخر على ان الدكتوره اعتقد تكون موجوده فيه يعني فاهم، او جدولها مش مخليها موجوده النهارده. فيا نهار ابيض يا نهار ابيض. هنعمل ايه؟ هنصور في الشارع. انت بتتكلم جد؟ والله هنصور في الشارع. وفعلا لمينا نفسنا وطلعنا كملنا تصوير جنب كوبري ثروت فاهم، جنب موقف الاتوبيسات عند اللي هي بتاعت وزاره الاتصالات دي وبيانات المعلومات او مش عارف ايه دي، اللي هي جنب اداب لغات شرقيه او اداب لغات مش عارف والله اداب ايه. المهم يعني كده فيعني فاهم، على كوبري ثروت الناحيه الشمال عند مبنى وزاره الاتصالات تمام. قلت لي صحيح ايه رايك في الاوفر سايز؟ صحيح النهارده كانت محتاجه خلق واسع قوي، فكان لازم يعني نوضب الحاجات دي. بس يا سيدي بصراحه احنا كنا مقلقين لا تيجي اي حاجه تاخدنا فاهم، خصوصا ان احنا يعني احنا معناش حاجه. احنا بنصور ومعناش حاجه وحاطين ترايبود. انت مش بتصور بالموبايل وخلصت، لا انت حاطط ترايبود وفي مايك ممسوك حضرتك كده وبتاع ومش عارف ايه. فانت مقلق تصور تخلص تصوير تعدي على خير الحمد لله. كلام جميل. حلو الكلام كده. خلصنا تصوير مع اول مذيعين. نيجي للمذيعين اللي بعدهم. نزلنا يوم السبت وسط البلد، وبرضه انت كنت مقلق ان انت في وسط البلد فمقلق تصور. وبعدين يا جدعان خلاص احنا هنصور وامرنا على الله. فتسال الناس اللي هناك عادي اصور بتاع، يقول لك طب ظبط نفسك ما تقلقش مش عارف ايه سيبها على الله بتاع. وفعلا نصور وما يجراش حاجه ونخلص الفيديو بتاعنا وخلاص. الاساينمنت الحمد لله خلصنا تصوير. جميل الكلام. تبدا بقى مرحله الشغل اللي على الفون اللي هو المونتاج والحاجات دي كلها. تمام. بتكتشف بقى وقتها ان انت كان طيب كان حنين فاهم، اتاريه مغفل
الكبير، بس ما ينفعش فاهم بعد اللي انت شفته ده كله في الاول لسه مصر انك يعني ينفع تهزر ويعني وتقلش وتاخد اللي يعني تفك الدنيا وتعامل بتعامل طيب قوي شويه، مش نافع فاهمني. فايه فتعلم اسمع مني، الموضوع ده هيفيدك قوي يعني. حلو يا صديقي، حلو يا صديقي، مش عارف تاخد وقت قد ايه فخلصت الفيديو فيه، تمام عايزين نشوف الفيديو. طب والله انا ما عنديش مانع، بس في مشكله صغيره، انا قاعد في السكن ومش هضيع الباقه بتاعتي على ان انا ارفع لكم فيديو 5 دقايق، وانت عارف فيديو 5 دقايق ممكن يوصل مساحته لقد ايه. المهم يعني ان هو كانت مساحته ممكن تخلص لي الباقه او هتاخد شويه كبيره من الباقه، ولا انا مش هرفع الفيديو، استنوني لغايه بكره او حد يجي لي الجامعه وننزل نتقابل وادي له الفيديو على فلاشه او على اي حاجه ابعته له، مفيش مشكله. كلام جميل كلام جميل، واعتقد ان ده حصل فعلا، بس كان الفكره كلها ان احنا محتاجين نستنى يومين لغايه الحد او والله ما فاكر. المهم يعني ان كنا مستنى وقت معين عشان يجي صديقنا ده ياخد مني الفيديو ويرفعه هو من نت البيت من عنده، بس احنا ما عندناش يعني لا مؤاخذه نت في السكن فاهم، فمقضينا كده ايه بالحب، نت اللي عندنا في المطعم ومش نت يعني فاهم يعتمد عليه الرافع فيديو والكلام ده. بس يا سيدي فحد يقترح عليك فكره، طب احنا عايزين نعمل فويس اوفر ولازم نسمع الفيديو اتعمل ازاي عشان نعرف الفويس اوفر بتاعنا يتعمل ازاي، الفويس اوفر هيتحط بعد الفيديو. كلام جميل والله، بس انا مش عارف ارفع الفيديو. فحد يقترح طب ما تبعته ام بي 3 يا اسطى، والله يعني يسلم في امك، او دماغك دي زي العسل. تمام يعني اللي اقترحت الفكره دي كانت بنت، فتمام نعمل الفيديو نحوله لام بي 3 ونبعته. وهنا كانت الكارثه، ايه اللي انت مهببه ده يا جدعان؟ انت حاطط لي ميمز في الفيديو، انت مفكر نفسك مذيع شارع بجد؟ هو احنا داخلين ستاند اب كوميدي؟ في ايه يا ماما انت؟ وحيد الله في ايه يا ماما؟ لا ما احنا مش هينفع نعرض الفيديو على الدكتوره، يعني هو في ميمز كده، انت عايزنا نشيل درجات ولا فين المشكله؟ ضمننا ضحكه الدكتوره ودرجتها، فين المشكله؟ وبعدين ما كله عامل فيديوز، يعني اللي هيعمل مذيع شارع هيعمله زي ما احنا عاملين، ما حدش اعتقد هيفكر يحط ميمز في الفيديو. لا 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 يا جدعان، نو ريسك روفن، لا 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 يا جدعان انتوا بتهزروا يا جدعان، ما تعملوا حاجه مختلفه، فكروا. لا 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 لا، فتبدا جدال على نقطه الميمز، انا مش هشيلها واحنا عايزينك تشيلها. الله، ما ده مش تيم ورك بقى. وبعدين ولا قبلين انت هتشيل الصوت، فيجي لك صديقنا، يعني صديقنا ده انا عايز ابوس دماغه بصراحه، لان هو الراجل، هو حرفيا كان الراجل الوحيد اللي معايا في الاساينمنت، فهو كان الراجل اللي واقف معايا. يا شباب انا النهارده قابلت مذيعين شارع ووريتهم الاساينمنت وبتاع ومش عارف ايه، وقالوا لي كلام جميل ويعني عظمه على عظمه، واللي عامل المونتاج ده واللي صور راجل عبقري يعني، والله ينصر دينك. فايه، فكلام جميل، ده مش كلامي، ده كلام ناس خريجين اعلام ازهر وشغالين في جريده، فسوق العمل بيقول لك حلو. هتيجي انت يا طالب يا اللي لسه جديد مستجد في سوق العمل نوعا ما، او ما دخلتوش ازهر، هتقول لي مش عاجب الدكتوره؟ وبعدين يا جدعان ايه الشغل ده؟ فتمام، فيرد صديقنا يقول لي الله ينور يا عبقري، او يقول لي يا عبقري، فانا ارد عليه بنوع من الهزار واقول له طول عمري، فبنهزر شباب مع بعضين، يعمل عليها رياكت لاف، والاقي لك الشخص اللي كان حاسه يعني بيتعارك معايا طول الاساينمنت ند بند يعمل ها 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 على رياكتد ها ها. بيني وبينك انت ده لا لا ده مش هزار، انا عارف كويس النوعيه دي، ده مش هزار. عارف انت اللي هو بيرمي الغل في الهزار، احنا قاعدين على قهوه فيقوم رامي لك الغل في الهزار، فانت بقى ايه نوعا ما خلاص انت ما بقتش تتعامل بطيبه شويه، فتبتدي تاخد بالك من الحركات اللي اتعمل والكلام من ده. فزي ما قلنا الفيديو مش عاجبهم، وتقريبا حاجات برضو في الفيديو تكنيكال مش عاجباهم اي ثينك، او تصوير والله ما فاكر. المهم في حاجات تانية برضو مش عاجباهم. الله، مش ده انتوا اللي قلتوا تعملوه؟ لا انتوا زودتوا حاجات من عندكم ومش عارف ايه وبتاع. يا جدعان انتوا بتتناقشوا في ايه؟ الاساينمنت كام يوم وهيتسلم؟ وحدوا الله. المهم يا صديقي يخلص الحوار على ايه؟ على ان احنا هنسيب الميمز، فاهم؟ والله وعملوها الرجاله ومشوا كلامهم. والله هي كانت لذيذه، انا عايزك تتفرج على الفيديو انت هتقيم بنفسك يعني، فاهم؟ مش ميمز اللي هي مش عارف ايه وحشه، لا حاجات لذيذه، فاهم؟ يعني في واحد سالناه سؤال، تعرف كذا؟ لا. طب تعرف حد عنده كذا؟ لا. طب تعرف حد مش عارف ايه؟ لا. ومشكلة ان هو بيتكلم زي حمو بيكا نوعا ما او حاجه زي كده، فاتحط بعدها ايه يا جدع انت، ايه يا جدع عادي. فبعد كده زي ما قلنا نسيب الميمز وتمام الدنيا زي الفل، ونوصل لاخر مرحله، وهي مرحله كتابه الوورد اللي بنشرح فيه الاساينمنت واسامي الناس اللي شاركوا واللي مش عارف ايه والكلام ده كله. كلام جميل كلام جميل. مين المسؤول عن الوورد؟ زميلتنا اللي كانت معايا في اساينمنت في ماده ثانيه. فالكلام كان على اتفاق لذيذ، هتشيليني في اساينمنت الماده الثانيه وهشيلك في اساينمنت الماده دي. كلام جميل كلام جميل حلو جدا، كل واحد يركز في اساينمنت عشان يطلعه بشكل حلو. تمام، والوورد كده كده امره سهل فما فيش مشكله. اعمل انا الوورد، وانا بصراحه ما كنتش من الناس اللي وهم صغيرين بيسطروا الصفحه كلها دي ومش عارف بيعملوا ايه تك
كيك، انا كان اخري اسطر والدنيا زي الفل. جو ان انا اعمل برواز ومش عارف ايه، لا انا ما كنتش من العيال دي. فانا هعمل حاجه عاديه جدا، هكتب الكلام المفروض يتكتب في الوورد. جو بقى ان انا احط لوجو الكليه ولوجو مش عارف الجامعه واعمل تك 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 والون ايه ده ايه ده ايه، احنا خلصنا في الكلام ده في ابتدائي، مش هعمله في الجامعه، انا ما عملتوش في ابتدائي هعمله في الجامعه. اكتب انا الوورد بس قصادهم هي اللي كاتبه الوورد، لان انت مش عايزهم يتلككوا لك ويقولوا لا احنا ما اشتغلناش كلنا ومش عارف ايه وبتاع. يعني اعتقد ده اللي كان بيجري في دماغك وقتها، او برضو عادي اللي هو ايه مش عايز يا عم وجع دماغه خلاص، انت هتحاسبني الله. فتعمل انت الوورد وتطبعه تقريبا قبل الاساينمنت الصبح، وتخش تسلمه معاك السيديهايه ومعاك اللاب عشان تحط الاساينمنت على اللاب على السيديهايه. وعايزك يعني تتعلم ازاي تحرق الملفات على السيديهايه. يا جيل ما حضرش السيديهايه والفلوي ديسك، ولا انا حضرته، انا حضرت السيديهايه بس احنا ما كانش عندنا الثقافه الكافيه ان احنا نحرق حاجه على فلاش، احنا على اسطوانه سوري. احنا عارفين ازاي نعمل كوبي بيست على الفلاشه والميموري والفول. السي دي بقى حاجه مختلفه، ما يمشيش مع نظام الكوبي بيست، في حاجه اسمها بيرن، تمام؟ بتحرق الحاجه على السي دي عشان تفضل ثابته عليه، فاهمني؟ فاعمل سيرش على الموضوع ده عشان لو دكتور قال لك حط لي حاجه على سي دي تعرف تعملها ازاي وما تتسوحش، عشان بس يعني يكون عندك ثقافه الموضوع، عندك خلفيه عن الموضوع. الحمد لله كان عندي اعتقد خلفيه عن الموضوع، فحطيت البتاع على سي دي. وبرده انت مقلق يعني انت بتفتحه وتلاقيه، بس انت برده ايه مقلق لا يكون محطوط وهمي كده على السي دي ما يشتغلش على جهاز تاني مش عارف ايه، ومفيش غيرك تقدر تجرب عليه. يعني حتى الناس تلموا عليك تقريبا يوم بقول لك ايه معلش حط لي ده مش عارف ايه، حط لي ده مش عارف ايه، حط لي ده على السي دي ده، لان انت تقريبا اللاب بتاعك اللي كان قديم الوحيد اللي فيه سي دي روم. فتمام نوريهم البورد اعتقد قبل ما يتسلم. المهم ان هم شافوا الوورد، انا مش فاكر شافوه فين، وسلمنا الاساينمنت والدنيا زي الفل. وفي الاخر الدكتوره تيجي تقول ايه معلش يا شباب ابعتوا لي الاساينمنت على الميل. والله انت دكتوره محترمه ويعني فاهمه بعد العناء ده، بس ماشي يعني فاهمه، على الاقل ضمننا ان الحاجه اتبعتت، كلام جميل. فايه وقتها عارف انت اللي هو انا هويت واستويت حرفيا، مش هويت مش يعني فاهم، اخترع لها انت قافيه، بس انا انتهيت واستويت. هي تمشي كده ليه؟ انا جبت اخري من التيم ده بجد، وجبت اخري من الاساينمنت ده. وبعدين والله هي هبت في دماغي ان انا اخد الاساينمنت واخلع الله والدرجه، لا عادي انا في سنه اولى مش فارقه معايا درجات فهاخد الاساينمنت واخلع الدور والباقي على اللي واقفين قصادي واللي هيزعلوا لو انا ما سلمتش الاساينمنت عشان درجاتهم هتقع. يعني كده مش هتروح، هسلم الاساينمنت متاخر بس هننقص درجات. انا مش فارقه معايا انقص درجات، بس غيري فارق معاه ان احنا ننقص درجات، وعشان ما ناخدش الكل بذنب شخص او شخصين في نفس الوقت برضه، عشان ما تحطش انت منك للدكتور على طول ومش عارف ايه، لان انت الوحيد اللي معاك الفوتج كلها فاهمني. فما حدش يقدر يعمل الاساينمنت لو فكر غيرك، وانت برضه كنت متخانق معاهم مش عاجبكم شغلي اتعاملوا اتفضلوا الفوتج واشتغلوا. انت بتكلمنا كده ليه مش عارف ايه؟ قال لا في يا جدعان مش شغل ده اصلا. فزي ما قلت لك نسلم الاساينمنت وخلاص وزي الفل، خلصنا مع السلامه مع السلامه. جميل قوي. يجي صاحبنا يقول لي خلي بالك هم اتكلموا وما عجبهمش الوورد ومش عارف ايه. بتقول له ازاي؟ لا بيقولوا على الوورد فيه غلطات وحاجات من دماغك او مش عارف كلام مكتوب غلط. يا جدعان مكتوب غلط ازاي؟ انتوا مديني ورقه فيها المحتوى اللي هيتكتب، كتبته زي ما هو بس، وان كان في تعديل على حاجه تقريبا سالتكم عليها فلا او مش لا وبتاع. وعشان برضو ما يخشوش في ان البنت ما عملتش شغلها على اكمل وجه، انت بتخش تدافع لان انت اللي كاتب الاساينمنت في الاول وفي الاخر فاهمني. فعشان هي ما تلبس ان هي عملت حاجه وحشه وانت اللي عاملها، فانت برضو عمال تدافع وتفهم وجهه نظرهم، تحاول تثبت ان هم غلطانين لان هم فعلا غلطانين في الاول. خلاص خلصنا من الاساينمنت، فتبعت لهم رساله بعد ما الحاجه خلصت، كلام جميل الكلام، وتقول لهم على حوار الورقه والوورد ومش عارف ايه. وساعدت يعني بصراحه كان اساينمنت اتمنى ما يتكررش، وساعدت ان احنا اشتغلنا مع بعض، واتمنى ما نجتمعش مع بعض تاني تحت اي ظرف يعني جوه الكليه يعني او في الحياه الجامعيه عموما، يعني في الشغل بقى بعد كده ولا مش عارف ايه. وكانت خبره جميله وتجربه جميله اتمنى ما تتكررش تاني. اصل بصراحه انت جبت اخرك، فكان كان لازم في اخر يوم عارف انت اللي بيمشي من الحاره بيقول الله يحرم انت بس كنت انا بحب النكش تو بي اونست، انا انسان بيعشق النكش جميل. فقمت داخل نكشهم واتمنى ما نجتمعش مع بعض تاني انتوا شباب زي العسل بس يعني خليكم بعيد عني، ما نجتمعش مع بعض تاني. وبضحك وبهزر، وفعلا انا بضحك وبهزر، وبعت الريكورد في ضحك او في نبره صوت مش حازمه، لا نبره صوت عاديه. فلاقي لك اللي كان عمل ليفت دخل تاني او دخل تاني ودخلت تدسني، انا لقيت لك دب 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 3 4 ريكوردات ورا بعض. ايه يا جدعان في ايه بالراحه انا بعد ريكورد حاجه و30 ثانيه ترد عليا في 3 4 دقايق او 5 دقايق. والله يا ابني مش عايز احلف لك بس انت هتشوف اللي عجب في الكليه من اجمل ايام حياتك. انت هتفتكر الحاجات دي وهتضحك عليها ضحك تمام. بص انا مش فارق معايا اي حاجه اتقالت، بس فارق معايا ان انا نكشت وفاهم وقمت في الاخر بعت رساله بتاعت كان ترند اي ثينك وقتها اللي هو ايه صفر فاهم، قمت بعتها وهي ماسكه ازازه السيفن وبقول حبايبي مع السلامه او حاجه زي كده يعني
بس يا سيدي بعيدا عن الردود اللي جت، بس فاهم انا متكيف خلاص، انا متكيف كده دلوقتي، انا خدت حقي نوعا ما. انتوا اتعصبتوا عليا كتير وما عجبكوش شغلي كتير، فاهمين؟ مع ان شغلي في ناس كتير معترفه بيه، بس خلاص بقى يعني فاهمين، زملاء زي الفل، ونتقابل بعد كده نسلم على بعضينا عادي بتاع. بس اهم حاجه من ايه، ما نخشش مع بعض في اساينمنت تاني. بس كده. ودي كانت قصه اغرب اساينمنت، او يعني مش الطف اساينمنت عدى عليا في سنه اولى، او في بلاش نحدد، بس خلينا نقول في سنه اولى جامعه. بس كده. لايكك الجميل، سبسكرايبك الرائع، وتفعل زرار الجرس على الكل. عايزين نعلي الريتش يا اخويا، اعمل شير الله يكرمك، تمام، ولايك عشان خوارزميات او الجوريزمز بتاعت اليوتيوب توصل، يعني توصل الفيديو ده لناس اكتر واكتر واكتر. مش هتعمل شير ما تجيش على نفسك، بس اعمل لايك زي الفل. وطبعا رايك الرائع، الفيدباك بتاعك الجميل يعني يهموني قوي في الكومنتس تحت. وبس كده، دي كانت كل حاجه حلقه النهارده.